مؤسسة الحق أصدرت كتاب إلى الوزير المهندس سميح طبيلة، عبرت فيه عن قلقها البالغ عن القرار الصادر عن الوزارة بوقف إصدار وتجديد تصاريح قيادة المركبات الخاصة بالمقدسيين وعائلاتهم، واللي صدر بحجة تنظيم استخدام المركبات ووجود بدائل متوفرة في السوق الفلسطيني ولعدم وجود مبرر. الحق قالت إنه هذا القرار جاء أصلا في وقت ينتفض فيه الشعب الفلسطيني انتصارا للقدس في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا في القرار أيضا ينتهك مبدأ المساواة بين الفلسطينيين. احنا قبل ذلك خلينا نتأكد أكثر وخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع المهندس سميح طبيلة معنا على الخط الهاتفي، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني. صباح الخير مهندس سميح. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك. شكرا، الله يبارك فيك. صراحة في جدل كبير يعني أثير بعد قرار نية وزارة النقل والمواصلات وقف إصدار أو تجديد تصاريح استخدام المركبات الإسرائيلية. يعني بالبداية بيان الوزارة قال إنه هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة ووفق استراتيجية للوزارة. حابة لو توضح لنا أكثر يعني هذا القرار يعني بناء على ماذا جاء؟ يعني أولا أول صباح الخير لجميع يسعد صباحك. وأنا بيهمني جدا أوضح الأمور لإخواننا المواطنين عشان اللي يظهر في ناس عم تفهم الأمور خطأ. أول شيء إحنا وزارة النقل والمواصلات تسمح لحامل هوية زرقاء بقيادة أي مركبة في المناطق الفلسطينية. أي مركبة حامل هوية زرقاء، ابن قدس، ابن حيفا، ابن يافا، يستطيع قيادة أي مركبة. كفلسطيني بيقدر يقود أي سيارة في المناطق الفلسطينية. وإحنا يعني لا نمنع من قيادة أي مركبة سواء فلسطينية أو فلسطينية في المناطق ألف طبعا. التصاريح اللي أصدرناها كانت للسماح لحاملي الهوية الفلسطينية، مش الهوية الزرقاء، الهوية الفلسطينية. من أقارب الدرجة الأولى لحاملي الهوية الزرقاء. يعني واحد زوجته، ابنه، بنته، شيء من النوع، أو بنته أو العكس. من قيادة المركب المناطق ألف. يعني بمناطقنا إحنا. لأنه إحنا اللي بتسيطر عليها اللي إحنا بنسيطر عليها مناطق ألف إحنا. للأسف يعني العديد من إخواننا اللي أعطيناهم هاي التصاريح أساءوا استخدامها. فصاروا يقودوا هذه المركبات خارج مناطق ألف. هاي نقطة واحدة. وكذلك كمان خالفوا، صاروا ينقلوا ركاب فيها وينقلوا بضاعة للتجارة وغير تجارة. طبعا نقل الركاب والبضاعة هذا مخالف لقانون المرور الفلسطيني. ما بيصير مركبة خاصة تنقل ركاب وتنقل بضاعة، لا يجوز. خروجهم إلى مناطق خارج ألف خالف القوانين الإسرائيلية، لأن احنا بالنسبة لنا ما لنا سيطرة خارج المناطق تبعتنا. فالمرور الإسرائيلي للقوانين تاعتهم تمنعهم إن يسوقوا مركبات. الفلسطيني مش مسموح له يسوق مركبة إسرائيلية. فبالتالي عرضهم لمخالفات إسرائيلية ضخمة، وعمل مشاكل ضخمة جدا في حوادث اللي بتحدث عن الحوادث. هذا الموضوع يعني حتى في المرحلة الأخيرة صار العقوبات مشددة فوق العادة من قبل الإسرائيليين على أهلنا اللي بيسوقوا هيك مركبات. احنا اجى قرارنا حاليا تجميد هذه التصاريح وعدم صرفها مؤقتا لحماية أهلنا فعليا. بدنا نحميهم، بدنا نلاقي طريقة كيف نحمي أهلنا اللي احنا راح نسمح لهم لاحقا بأخذ هذه التصاريح، ونعمل كنترول على أدائهم. لأنه القضاء الإسرائيلي حاليا يمكن أعطوه مخالفة مشددة، بعد شوي بحولوه على القضاء. القضاء الإسرائيلي نعرف شو نتائجه احنا، وقديش هو القضاء عنصري ومجحف بحق الفلسطينيين. يعني قد يأخذ قرارات القضاء بعقوبات لا يتحملها المواطن الفلسطيني. فبالتالي احنا من واجبنا كحكومة فلسطينية نحمي مواطننا ونحميه من اي خطأ او من خلينا اسميه مخالفات لا نستطيع حمايته فيها. طيب يعني فبالتالي اخواننا لازم يعرفوا احنا بالنسبة لنا اهلنا سواء عاملين الهوية الزرقاء
او الهويه الفلسطينيه، هذول اهلنا كلهم اهلنا، واحنا معنيين بحمايتهم وخدمتهم وتصويب العمليه بحيث يكون الهدف الاساسي مساعده الناس وليس ايقاعهم بفخ اسرائيلي لعقوبات مشدده فوق العاده. طيب يعني انت ما ذكرته مهندس سميح، يعني ستحرم الالاف من تصاريح القيادة مركبات إسرائيلية لأن البعض خالف القوانين بأنه قام بسياقة المركبة خارج مناطق ألف اللي أصلا لا تسيطر عليها السلطة، واللي المواطن هو اللي بيتحمل المخالفة مش السلطة، ولأن البعض يقوم بنقل ركاب في هذه المركبات. يعني قديش عددهم بالنسبة لمجموع الناس اللي ماخذة؟ يا أختي الكريمة، في الأساس حامل الهوية الزرقاء أو الهوية الفلسطينية. احنا ما بنمنع يسوق عماله سيارة نمرة صفر. هذا يعني ما عمالنا نمنع بالمطلق، والشرطه ما بتخالفه. فهو اذا بده والله يتنقل بابنه من المدرسه في رام الله بس لازم يكون معاه تصريح من وزاره النقل. احنا حاليا هذا لما بيقدرش الا يعني اذا شرطي وقفوا معوش تصريح من وزاره النقل ما يعني بيخالفوه. الشرطه الفلسطينيه ما بتخالف حاليا، ما بتخالف ولا تقدر ترجع للشرطه وما بتخالف الشرطه. طب شو فائده التصريح اذا؟ تصريح القيادة كان لتقنين العملية بدرجة أعلى، ولكن سوء استخدامها هذا يعرض من مشاكل ضخمة جدا، ضخمة فوق العادة. يعني احنا بنعرف قديش القضاء الإسرائيلي عماله بيستغل أي فرصة لمخالفة لإيقاع أضرار ضخمة جدا بالجانب الفلسطيني، سواء على مستوى مواطن أو على مستوى حكومة. فبالتالي احنا اللي بيعنينا قدر الامكان نحمي مواطننا. طبعا من اخواننا اللي حاليا حاملين تصاريح احنا ما سحبناها منهم بالمطلق، احنا وقفنا الاصدار. وللاسف يعني لو تشوف الحالات اللي عندي، يعني بيبقى واحد عنده النمره صفراء وبده عنده 5-6 اولاد، بده كل واحد تصريح يعني على نفس السياره. هذا الحكي مش سليم. يعني بطل انت تحل مشكله لاسره، صار الموضوع صار تكسب. بس في ناس بعتت انه تخالفت لانه معهاش تصريح قيادة مركبة إسرائيلية او منتهي التصريح، يعني بتخالف الشرطة. لسه لو اخذ مخالفة فلسطينية بتكون على الاقل مخالفة. لا ما انت عشان قبل شوي بتقول بتخالفش الشرطة، بتخالف الشرطة. انا حسب معلوماتي ما بتخالف عمنا. لا معلوماتك بتخالف. هلا يعني معروف هذا الحكي، ولا ليش بيطلب التصريح، ولا ليش اصلا بيطلع التصريح؟ معناته اذا بتخالفش، لو بتخالفش فيش حدا مضطر يروح يطلع تصريح معناته من وزارة النقل. يعني بتخالف. بدك تقيسي كمسؤولين، احنا نقيس الاضرار والفوائد. الاضرار اكبر بكثير من الفوائد في القصة. المفروض احنا يا ريت لو توضح للجمهور معالي الوزير يعني حجم الاضرار، لانه للان احنا حاسين انه يعني مش قديش نسبة الناس اللي بتخالف بالنسبة للناس اللي بتقدر تسوق القيادة المركبات الاسرائيلية. يعني يا ريت لو نعرف النسبة. ما هي النسبة موجودة عند الإسرائيليين، احنا مش بسجلاتنا، مش احنا اللي بنخالف. طب خلص إذا شو علاقة أبلغونا الإسرائيليين، حكوا معنا، قالوا هذا الحكي يعني وزارة النقل والمواصلات تسمح لي بتطلع قرارات بناء على شو بيحكوا لها الجانب الإسرائيلي؟ لا، في طالما المركبة اللي تحمل نمرة صفراء هي مش مركبة تابعة إلي، ولا أنا مسجلها ولا أنا مرخصها. فالمسؤول عنها المسؤول عن المركبة هاي وأدائها اللي مرخصها واللي مسجل عنده. وإذا مسكوه الشرطة الإسرائيلية بيخالفوه هو كمواطن، بيخالفوش السلطة. يعني بعطوه مخالفة سير، هو بيروح بيدفعها المواطن الفلسطيني الحامل هوية ضفة على الطرق الخارجية، هو اللي بيتخالف. حتى في حوادث ما لم تغطى. يعني صندوق حوادث الطرق كمان عندنا أرهق من الحوادث اللي بتكون غير قانونية. يعني احنا كنا نتوقع العكس، كنا نتوقع من وزارة النقل او السلطة بشكل عام تطالب الجانب الاسرائيلي وتفاوضه بموضوع انه يستطيع المواطن المتزوج من قدس او من هوية اسرائيلية بشكل عام انه يستطيع القيادة داخل المناطق القدس. يعني مش العكس يصير. يعني بهذا الاتجاه عم نضغط. انا شايفة عم نضغط ناخذ حقوق ضخمة جدا لاخواننا اللي حاملين الهوية الزرقاء والهوية. يعني لو بيطلع بايدنا
نسمح للفلسطيني يسوق نمرة صفراء داخل حدود إسرائيل طالبوا المناطق الأخرى. طالبوا ليش دائما هم اللي يعني يمشوا ايش بدهم علينا يعني بالنهاية؟ نطالب المعاملة بالمثل، نطالب هذا الحكي، ولكن ما هي النتائج بالآخر؟ بس خليني أمشي معك بالمنطق مهندس سميح، معلش. انت بتقول انه بسبب كثرة المخالفات من اللي معهم هويات ضفة وبيسوقوا خارج بالطرق الخارجية سيارات اسرائيلية، الجانب الاسرائيلي ابلغكم انه في كتير مخالفات. اول اشي انتوا عملتوا بدكم توقفوا التصريح عشان تمنعوا هذه المخالفات او تقللوا منها. التصريح هذا حدوده مناطق ألف، يعني التصريح هذا ما بخول المواطن يسوق السيارة خارج مناطق ألف. فإذا أنتم بإمكانكم تجاوبوا، ملناش علاقة، إحنا بنعطيهم تصريح يسوقوا في مناطقنا، خارج مناطقنا ما لنا علاقة. شو دخل الجانب الإسرائيلي؟ هذا الحديث كله موجود، وإحنا بنحكي نفس اللي تتفضلي فيه كأنك موجودة بيناتنا. إحنا بنحكي نفس الكلام لما بكون مندوبنا بيحكي مع الجانب الإسرائيلي من خلال الشؤون المدنية، بيحكي بهذه المواضيع وبيحكي إنه إحنا هي مسؤولياتنا. ولكن الكل بيعرف انه هذا الحكي احنا مسؤولين انه مواطننا كمان نحميه، يعني مش نحميه من اي طب يعني في مواضيع كثيرة تحموا فيها المواطن الفلسطيني، يعني في مواضيع يعني اكثر من ذلك يتعرض لها، يتعرض لتنكيل ويتعرض لامور كثيرة من قبل الجانب الاسرائيلي اولى انه نحميه فيها. يعني عدم الاخذ احنا هيك ما حميناه. احنا لما ما في جانب احنا بنقصر فيه بحماية المواطن الفلسطيني وين ما كان يكون. بالاخر النتائج قد تكون في بعض الحالات ايجابية وقد تكون في بعض الحالات سلبية، ولكن احنا كحكومة فلسطينية هدفنا الاساسي حماية المواطن اينما وجد، وحماية الفلسطيني اينما وجد. هذا شيء مهم، ولكن احنا بنسعى، وبالاخر مش كل القرارات بايدنا ولا كل شيء. يعني افهم انه قرار من الجانب الاسرائيلي اذا مش بايدكم؟ لا، والقرار من جانب اسرائيل من زمان بالاساس اصلا. طب ما انتوا تصريحكم بس هلا معلش، ما هو احنا برضه في عندنا سياده على مناطق الف ولا فيش عشان نفهم، لانه شكله مبطل في لنا سياده على مناطق الف. لا كيف ما المفروض التصريح هذا يمنح للسياقه في مناطق السياده، مناطق الف مع الوزير بس. ما هو احنا مش عم نخالفه في منطقه الف، مش عم نمنع الفلسطيني يسوق في منطقة ألف. ما هو لما يوقف التصريح معناته يمنع. يا أختي الكريمة، لما بنعطى تصريح بهدف والانحراف عن الهدف طبعا بيؤدي إلى إجراءات خلينا نقول عكسية. فبالتالي ما بصير يكون في انحراف. لو الناس كلها ما انحرفت عن الهدف ما كان في مشكلة. هلا بدنا نحكي اكثر حكي عشان المواطن، لانه في كتير ناس عم تسمع بدها تفهم. بيقدر المواطن اللي حامل هوية ضفة يسوق مركبة اسرائيلية اذا كانت زوجته او السيدة زوجها هويته قدس في مناطق الف، مناطق السلطة الفلسطينية؟ بيقدر ولا ما بيقدر؟ احنا مش مانعينه طالما بعد هذا القرار، طالما الفلسطيني بيحمل رخصة قيادة من عندنا مرخص حسب الاصول، بيقدر يسوق اي مركب داخل حدود مناطق الف من ذات الفئه. طب خلص اذا يعني ليش من زمان كانوا ينعطى تصاريح؟ رخصه خصوصي باخذ رخصه عمومي باخذ عموم وهلم مجر. طيب يعني انت هلا كلامك مع الوزير على الهواء معناته اي حدا بيتخالف من الشرطه الفلسطينيه بتبقى مخالفه غير قانونيه. احنا سنتكلم احنا حاليا في مرحلة دراسات حاليا مع الشرطة ومع كل الأطراف ذات العلاقة بالجانب الفلسطيني لإصدار تعليمات جديدة. هذا الموضوع قيد البحث، وما ما بصير نستبق احنا قرارات في إلي شركاء فيها. أنا لست الوحيد في هذا القرار، الشرطة شريك أساسي. ما احنا بنحكي لك عن إشي سابق قبل هذا القرار كانوا يتخالفوا اللي معوش تصريح. هذا كان النظام المعمول فيه، كان النظام. وصلت رسالتك. أنا في اليوم أو غدا في لنا لقاء مع الشرطة بهذا الخصوص. طيب بعدين يعني مع الوزير بتعرف التوقيت الآن مرات بنفهم غلط يعني ما سحبنا رخص ما سحبنا تصاريح من حد.
ما ساعدنا من حد. انتوا في نية يعني قرار لسه بده يعني طيب لسه. طيب شو المشكلة؟ امتى يعني ب1/1/2018 بيصير ساري يعني يعني في نية يعني لقدام كمان شهر شهرين بيصير ساري المفعول. ما بنعرفش النتيجة لسه ما بنعرف النتيجة ما نستبق نتائج. هو لما يطلع الناطق يحكي انه قرار مدروس ومعمق وعملتوا دراسة معمقة ورؤية استراتيجية، بنعرف انكم درستوه منيح. في مشكلة حقيقية حاليا المفروض احنا نحمي مواطننا بأي شكل من الاشكال. طيب احموه ما عندنا مشكلة يعني، ويا ريت تحموا الانتهاكات المواطن، الانتهاكات اللي بتصير بالشارع. قبل فترة سمعنا عن اعفاءات جمركية بتنعطى لبعض مسؤولين، قبل فترة بنشوف نمر حمراء بتضلها بالليل وبالنهار، سيارات يعني رسمية بالشارع بخارج اوقات الدوام، في يعني كتير ما بتصير انتهاكات وشغلات، ما بنشوفش تحرك من وزارة النقل. اي مخالفات اخرى لا يعني انه احنا نشرع مخالفات. اي مخالفات اللي بنمسكها بدنا نخالف حسب القانون. طيب انا بدي احكي لك شيء، ممكن احنا نحكي مهندس سميح انه والله هذا القرار احنا طلعناه بس يبدو انه في شوية امور ما درسناها بشكل جيد، ممكن نتراجع عنه، هيك افهم من كلامك؟ لا مش هيك الكلام. ولا مش هيك الكلام، كلام واضح، احنا في قرارنا واضح. يعني قرار رح يصير ولا قرار مؤقت؟ حاليا بضل ساري المفعول بينما يصدر اي تعليمات اخرى. يعني حاليا ساري المفعول، مش رح تصدروا اي تصاريح. اللي بده يروح هلا عندكم على وزارة النقل بده تصريح ما رح ياخذ. لانه عشان بس كمان مرة، لانه في كتير منهم بخالفوا في الطرق الخارجية، هذا السبب. انا كنت تكلمت ما في كفاية هذا المساعد وما بديش نضلنا نرد. طيب انا بس بدي احكي لك انه السبب غير مقنع كتير للناس يعني، وفي احتجاج يعني، وبهذا التوقيت يعني في انت بتعرف قديش الضفة المتزوج قدس بيعاني الويلات من اجراءات الاحتلال باثبات سكن وباثبات وفلوس كتير بيضطر انه يدفعها وارنونه وتامين وطني وكذا عشان يحافظ على هويته. اليوم انتم بهذا الموضوع بتخلوا المواطن بده يروح يشتري سيارة ضفة وجمركها عالي كتير يعني ليش يشتري ولا كيف بده يسوق اذا؟ مش معنى مرته بتسوق او هو بيسوق يعني ما حد مانعه انه يسوق. ما احنا بنمنع عن مالنا سياره نمره صفراء تدخل الاراضي الفلسطينيه ويسوقها السائق اللي معاه رخصه. ما بنمنعه حتى سوق الرخصه الاسرائيليه ما بنمنعه. ممكن اي اساس هو اخذ سياره نمره صفراء؟ لانه معاه هويه زرقاء. طالما هويه زرقاء ودخل وهو فلسطيني بسوق عماله بالراحه يعني، مش ضروري تتبادل. انا بحكي عن اللي هويته ضفه ومتزوج يعني، اللي هويته ضفه ومتزوج قدس، مش اللي هويته قدس، اللي هويته ضفه. طيب اهلا وسهلا فيه، اهلا. طيب ما هو السياره باسم زوجته لنفرض جدلا بتسوق زوجته ما في مشكله، زوجته تسوق السياره زي ما بدها. هيك ما في مشكله، هيك مش مانعينه، احنا مش مانعينه بالمطلق يعني بيستطيع انه يقود السياره. اللي حاليا حسب القانون اللي بقود السياره اللي معاه رخصه اسرائيليه، النمره صفراء رخصه اسرائيليه، هيك القانون بقول. طب بركي مرته معهاش رخصة يعني، هو جايب السيارة على اسمها. ما هو في اجراءات واقعية يعني مع الوزير. واضح، انا كلامي واضح مش واضح للناس، عم بوصلني هلا وانا بحكي معك 14 سؤال ورا بعض، الناس مش فاهمة. الناس مش فاهمة. المواطن بس بدرس قصته ومشكلته الحالة، بنعزل عن المشكلة العامة. في احنا بننظر للامور من جميع الزوايا. كل مواطن كل احترامنا وتقديرنا له، كل واحد بده يحل مشكلته هو بس لحاله بمعزل عن اللي حواليه. طيب انت بتعرف انه بدي احكي لك مشكله عامه مش مشكله شخصيه، انت بتعرف انه شركات التامين بتطلب تامين ضفه للسياره النمره صفراء وبسوقها مواطن ضفه، بيضطر انه يامن ضفه. طيب انتوا هذا يعني معناته بده يطالبكم بفرقيه التغطيه، معناته إذا بده يوقف التصريح ويمنع يسوقها، واللي دفعه واللي إلى تأمين السيارة. هاي اندرست مدام دراسة معمقة مثلا، هاي النقطة اندرست من قبل وزارة النقل. كله خاضع للدراسة حاليا وبعدين بيصدر قرارات نهائية. يعني لسه ما صدر قرار نهائي، ليش ما توقفوا القرار عبال ما تدرسوا كل الجوانب وتشوفوا إنه لا يجوز إن طالما في عندي نزيف ما بصيرش لا وقفه عبين بقى أشوف شو الحل وباخذ القرار المناسب.
البعض ربط آخر سؤال، البعض ربط لقائكم مع اتحاد مستوردي السيارات قبل أيام بهذا القرار، لهم علاقة في الموضوع؟ بالمطلق. لأنه كان عندك اجتماع معهم اتحاد بيتعلق في مستوردي السيارات. شيء ثاني كليا مختلف، ولا نجاب سيرة في الموضوع. ما لهمش علاقة يعني؟ لا أبدا. طيب خلينا احنا نحكي كالتالي، كمان ايام او الفترة المقبلة رح تصدروا توضيح اكثر للناس وقرار بيكون كامل ودارسين كل الجوانب ان شاء الله. في قرار زي هيك ان شاء الله. بس نخلص من الدراسة احنا والشرطة. يا ريت، لانه الامور شوي مش مفهومه، وبصراحه احنا ما بنحب يكون في هجمه على وزاره النقل والمواصلات، وهذا التوقيت اللي احنا هلا فيه يعني بندعو لتوحيد الصف وتخفيف عن المواطن وامور كثيره، وخاصه ما يتعلق بالقدس، يعني قرارات شوي مش مناسبه من الوزاره بتكون. احنا كلنا مع التخفيف عن المواطن، كلنا مع القدس قلبا وقالبا. واحنا بالنسبه لنا القدس شيء يعني شيء بقلوبنا بالداخل. نعم. واحنا جاهزين لا اي خدمه لاهلنا في القدس. في خدمة إذا بتقدروا، إذا حابين تخدموا على الوزير، في خدمة يعني اقترحوها بعض المواطنين على أساس إنه القدس هي قضيتنا وأهل القدس، إنه مثلا القدس مزوج ضفة، وإذا بده يصير يشتري مثلا سيارة ضفة لأنه ممنوع يسوق هاد، إنه تعفوه من الجمرك مثلا. هاي مثلا تخفيف لأهلنا في القدس. يا أختي أي سواء حضرتك أو أي مواطن بحط يبعث أي اقتراح، إحنا سيجد آذان صاغية وندرسه بكل تفاصيل. إحنا يعني قلبنا مفتوح وصدرنا مفتوح لك وللإعلام ولكل المواطنين بأي مقترحات بحطوا يقدموها. إحنا بس المهم الاقتراحات يعني يؤخذ بها، مش تندرس وتروح في الأدراج يعني. إحنا مقترح وبقول لك عن مالي أنا واضح. إحنا قلبنا مفتوح وصدرنا مفتوح. شو معنى ماذا يعني ذلك؟ يعني بصراحة نعم ونعطي القرار المناسب بما يتناسب مع قوانين والموضوع العام تاع إدارة الدولة. يعني انتم بتاخذوا التصاريح في الوقت اللي الجانب الإسرائيلي أعطى فيه لبعض من أهل الضفة تصاريح إنهم يسوقوا بالداخل، من ضمنهم الأطباء ورجال الأعمال، لأنه بتعاملوا بحسب وجهة نظرهم بإنسانية وفق القانون. فإحنا بنروح بنوقف التصاريح لسياقة أهلنا داخل أراضينا يسوقوا مركبات. يا ريت يكون في عنا، اسمح لي بس، لا بدنا نخلط. ما هو انتوا في قراراتكم يا معالي الوزير بتخلوا الناس تفكر بهاي الطريقة. مسموح لهم ومرحب فيهم يسوقوا أي سيارة. يعني احنا لا تخلطوا الامور. ما حكيتش انا عن اهل القدس اللي بيسوقوا، انا بحكي عن الضفه اللي تخفيفا. يعني انا مش قادر يشتري سياره نمره ضفه لانها يعني اقدم نوع، يعني اغلى من سياره نمره صفراء بسبب الجمرك اللي انتم بتفرضوه على السيارات. فلذلك الناس بتروح بتشتري. ليش؟ مش للتخفيف عنها. مش هو فلسطيني قوانين الفلسطينية ويقبل زي باقي زملائه، معناته هذا عقاب مش تخفيف. عقاب. إذا هو فلسطيني بدكم إياه زي باقي أهل الضفة اللي مش متجوزين قدس يصير يشتري، هذا مش تخفيف. وين تخفيف عنه؟ فرق إنه تزوج قدس وبيستطيع على اسم زوجته أو اسم زوجها تسوق سيارة، هذا نوع من التخفيف عنهم. يا أختي الكريمة الموضوع واضح وأنا حكيت كل المطلوب. خلاص طيب ماشي. إحنا يعني بنفهم هذا قرار نهائي إنه وقف التصاريح، لكن ممكن أنتم مع الشرطة تشوفوا إمكانية كيف المخالفات بدها تصير. هذا هو صحيح. شكرا جزيلا لك المهندس سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات الفلسطيني. شكرا لك، أهلا بك. أحلى FM بحجم الحدث.